ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين. الفيديو ده انا قلت ان انا اتكلم فيه كده مثلا عن الحياة برا مصر او الدول العربية لواحد زيي. من تجربتي انا قاعد هنا بقالي بتاع سنتين وشوية في امريكا اللاتينية بالتحديد في بيرو. بص يا سيدي، اول حاجة عشان تبقى عارف يمكن انت لسه متعرفش واللي هو انا مش متخرج من جامعة، انا متخرج من تالتة ثانوي سياحة وفنادق. وانا جيت بيرو هنا عشان انا زوجتي من البلد، لكن قبلها طبعا انا كنت شغال في المجال بتاعي دوت اللي هو اليو اكس اي ديزاين في مصر، في شركه في مصر. بعدها اشتغلت في وقت الكورونا في شركه في المكسيك. يعني وقت الكورونا بصراحه غير الشركات تفكيرها من انه خلاص بقى في حظر ومش الكل يقدر انه يقعد يشتغل من الاوفيس، لازم دلوقتي كل واحد يشتغل من البيت. فالشركات بقت تفكر شويه واللي هو طب احنا ليه ما نوظفش ناس من دول تانية حتى لو كانت بعيدة عننا والتايم زون مختلف قوي او التوقيت في فرق اختلاف كبير قوي. فالحمد لله اشتغلت في شركة في المكسيك اونلاين، كان بارت تايم وقتها بس الحمد لله كانت كويسة. يمكن سعرها كان احسن شوية من السعر اللي كنت انا باخده وقتها في مصر من فول تايم. فكان يعني في فرق كبير طبعا، صح؟ طيب، بعدها شوية طبعا خلاص تزوجت وبعدها نقلت وعشت في بيرو. واحد كده هيجي يفكر شوية لما انا اجي ابص لها، يعني هو الحمد لله انا سافرت وانا شغال، مش انا مسافر وانا مش شغال. انا ليه بقول الكلمه دي؟ لانها بجد فرقت معايا جدا. لقيت هنا متغربين زيي في البلد وفي بلد تاني حتى بسمع يعني بيقولوا ان الحياه صعبه والعيش صعبه، وهو فعليا الحياه صعبه والعيش صعبه. يعني ابن البلد ممكن ما يلاقيش شغل فبيبقى صعب لينا احنا ان احنا نلاقي شغل. فكانت ميزه كويسه والحمد لله، ودي نقطه الواحد يتعلمها، واللي هو لو انت هتسافر لبلد تانية على الأقل يكون معاك شغل، مش بس يكون معاك فلوس محوشها مثلا لمدة 7 6 شهور من غير شغل لحد ما تلاقي شغل يعني في البلد انت رايح. بالعكس هيبقى الأحسن لو انت مثلا يعني سافرت وانت رايح على شغل أو عندك شغل بالفعل. تمام، دي كانت أول نقطة. النقطة التانية برضه استفدت منها بصراحة، واللي هو هنا ما بيطلبوش شهادة جامعية في الشغل أو في الشركات عموما يعني. ليه بقول الكلمة دي؟ لأنه لما أنا كنت لسه في مصر وقتها، الله أعلم يمكن الوقت حاليا اتغير ولا لأ، كنت أحيانا بحبط إنه أنا مش معايا شهادة جامعية ومطلع من تالتة ثانوي سياحة وفنادق، وأي شركة باجي أخشها بيطلبوا مني شهادة. فكنت بحس إنه ماليش مستقبل وقتها. بصراحة أنا بتكلم بكل أمانة، بحس إنه ماليش مستقبل. هعمل إيه؟ الشركات مش تقبل واحد زيي، ولو قبلت واحد زيي فهتديله سعر قليل جدا جدا جدا. وكان لسه من فترة بس جالي عرض في شغل في مكان تعليمي، علشان مش معايا شهادة جامعية مقلل جدا السعر بالنسبة لي بدون ذكر أسماء يعني. لكن صراحة هنا ما بيقولوش الكلام دوت. حتى أنا جالي عرض من شركة اي بي ام نفسها، وجالي عروض من شركات تانية، واشتغلت مع شركات كبيرة جدا زي شركة اسمها الي كورب، ودي واحدة من العمالقة أصلا في أمريكا اللاتينية. واشتغلت كمان في شوية مشاريع مع شركة في بريطانيا لنتفليكس وذا جريت رون كومباني وأماكن تانية كتير جدا، كل ده من غير شهادة. فمش يعني إن الواحد طلع من مصر هو نجح، لكن هي الفكرة نفسها بس إنه التقاليد أو العادات في إنه توظّف شخص عندك في الشركة مختلفة عن الدول العربية أو عن مصر نوعًا ما يعني. هو هنا مثلًا هيطلب منك خبرتك وهكذا، وهو بقى عايز يشوف الخبرة بتاعتك مش شهادتك. لإنه كمثال مثلًا أنا كنت team leader حتى في شركة في السعودية، وأنا مش يعني معايا شهادة جامعية. فعادي في دول في العربية يعني هتساعدك هتقبل وكل حاجة وهتدّيك حتى مرتب كويس وهكذا. طالما الشركات دي بتفكّر بفكر إن هو أنا عايز خبرتك مش عايز شهادتك. وبرضه المجال بتاعي اللي هو الUX design مش بشهادة، ما فيش شهادة تثبت إن أنت واحد قادر تطلّع حل مثالي للشركة دي أو حل كويس للشركة والbusiness والمستخدمين، وإنك فاهم السوق وفاهم مستخدمينها ومشاكلها وكل الحاجات دي. ما فيش شهادة في المجال بتاعي تقول الكلام دوّة أصلًا في الوقت الحالي. الله أعلم في المستقبل ممكن يكون في والّا لأ. فهل الحياة هنا بقى بعد الكلام ده حلوة والّا لأ؟ أنا هابقى بعيد أوي عن الحاجات الدينية، عن الحاجات اللي هو مثلًا خاصة بتقاليدهم وعاداتهم الشعوب هنا، لإن كل واحد ليه عاداته وتقاليده، بس في حرية، اللي هو كل واحد في حاله. أنا باقوم بحاجتي براحتي، ما حدش ليه حاجة عندي يعني. ف في شغل كويس، يعني في التكنولوجيا في شغل كويس بصراحة. وأنا هنا لقيت نفسي، لقيت إنه قادر أشتغل مع ناس. ما باقولش لحد يا مستر ولا يا أستاذ، ما فيش ألقاب.
يعني في واحد بيبقى عنده 40 سنة باناديه باسمه عادي جدًا، مش من قلة الاحترام أو مش من الذوق، لكن هو إحنا في الشغل وما فيش حد لقبه أعلى من التاني، كلنا فريق واحد وكلنا بنشتغل لغرض ولهدف واحد بس، طبعًا مش عشان الفلوس لأ، بس يعني لكن عشان ننجح ونعمل حاجة وما فيش ألقاب جوّه الشركات، وفي مساحة وفي روح نوعًا ما يعني، تمام؟ فلقيت نفسي في النقطة دي بصراحة، ما لقيتش نفسي وقتها في الشركات المصرية لإن ما كانش عندي الفرصة، ممكن أكون لقيت فرصة لو كان عندي شهادة في الجامعة مثلًا، أو لو الوقت الحالي الشركات في مصر اتغيّرت كنت ممكن ألاقي فرص أو هالاقي فرص، تمام؟ دي حاجة. طيب إيه تاني؟ هل هنا أنت ممكن تعمل ثورة وتعمل بيها فلوس وتعمل حاجات زي كده؟ ممكن تعمل جدًا، هنا في الدول في كل الدول حتى في مصر ممكن تعمل. بس هنا ممكن تعمل أكتر، لإنه هنا التكنولوجيا متقدمة جدًا ومهمة جدًا في كل حاجة، يعني أبسط حاجة الفترة دي من سنين طويلة عندنا هنا تطبيق اسمه يابي، التطبيق دوّة هنا في بيرو وفي دول تانية بتستخدمه، أنت ممكن تبيع بيه، تشتري بيه، وفي نفس الوقت تدفع بيه لسواقين التاكس مربوط بحسابك البنكي، تقريبًا إحنا عندنا حاجة في الوقت الحالي في مصر زي كده، بس الكلام ده عندنا هنا في أمريكا اللاتينية أو في بيرو من سنين طويلة مش من كام سنة يعني أو من سنة. تقدر كمان تدفع بيه للسوبر ماركت، وناس تحوّل لك عليه فلوس، وحاليًا كمان تقدر إنك تستخدمه علشان ييجي لك فلوس من أمريكا لو أنت بتشتغل كfreelancer وهكذا، فحياة لطيفة نوعًا ما شوية من ناحية التكنولوجيا. تاني حاجة برضه بصراحة واللي هو هنا محتاجين مهارة بشكل كبير أوي، ومهارتك هي اللي هتوصّلك، مش مجرد كلام. باتكلم معاك بكل صراحة، مهارتك لو أنت اتعلمت مهارة مهمة جدًا لأي سوق في أمريكا اللاتينية أو في أمريكا أو في أوروبا هيوصّلك. أنا باسمع عن ناس بتاخد $600 في اليوم في فرنسا وفي أماكن تانية، ده من معرفتي ببعض الناس هناك يعني، فبجد دي حاجة تانية مهمة، واللي هو يعني هتلاقي فرص، هتلاقي مستقبل، ده اللي أنا لقيته بصراحة، مش قصدي كأنك تطلع من بلدك وتهرب أو تمشي أو هكذا، لكن اللي هو لازمًا تكون مخطط لها صح، لإنه ممكن يكون جحيم برّه بلدك أصلًا، ممكن تكون بلدك أريح لك وأنسب لك مع وسط ناسك وفرص، وإنه الحياة هناك مش خطيرة أوي ومجازفة أوي، أنا جيت هنا وأنا عندي 21 سنة. أنا حاليًا عندي 23 داخل في ال24 هاكمّل في شهر 3 يعني، اللي هو إحنا فيه حاليًا تمام، فأنا جيت هنا مع زوجتي وما كنتش أعرف حتى اللغة، بس اتعلمتها في 7، 8 شهور اللغة الأسبانية، واشتغلت بيها الحمد لله، وهكذا. فأنت لو أنت جاي مخطط على الأقل عندك شغل يساعدك إنك يعني تبقى واقف على رجليك، هاقول لك تعالَ في أي بلد أنت تروحها، ما فيش مشكلة، لكن أنت رايح وهتجازف ما انصحكش، خطيرة جدًا لو أنت مش عندك المهارة ولا اللغة، يعني لو أنت عندك المهارة ممكن يبقى في استثناء للغة أو حتى أوراقك، أنا وقتها كنت لسه في إجراءاتي القانونية هنا، وواحدة من الشركات العملاقة هنا قبلت بيّا حتى وأنا لسه مش واخد كل إجراءاتي القانونية، وحتى أنا مش اللغة الأسبانية بتاعتي موجودة أوي، لإن هنا أغلب الناس بتتكلم إنجليزي، فكان في استثناءات لإن أنا عندي المهارة اللي هُم عايزينها، اللي هُم ممكن مش لاقيينها في ناس تانية في البلد هنا. فدي نقطة مهمة أوي، المهارة مهمة جدًا، 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 هي قيمتك والاستثمار بتاعك اللي أنت استثمرته على طول الوقت وأنت في بلدك وأنت طالع بقى هيجيب لك عوائد تانية، فأنت ركّز في دي أوي بصراحة. ممكن سؤال كده ييجي واللي هو هل أنت بتحن لمصر أو بتحن لبلدك؟ أكيد باحن لها، بس أنا جِبت والدتي هنا معايا، أنا والدي متوفي وما عنديش إخوات بصراحة، فأنا جِبت والدتي معايا في البلد هنا وعملت لها إجراءاتها القانونية، لإنه مش عايز أمي تقعد بعيد عني، أنا عايز تقعد معايا وأنا أبقى خدّامها هنا، لإنه هي تعبت كتير عشاني، فده دوري أنا بقى إن أنا أعمل حاجة عشانها. فحنيت للبلد بس ممكن أروحها كزيارة، لكن أنا لاقي هنا مستقبل وبنيت وأسست، فأنا شايف إنه ممكن أنا هنا أعمل أكتر، وهنا في فرص كتيرة جدًا ليّا بصراحة، والحمد لله نشكر ربنا على كل الرزق والبركة اللي بيدّيها لي وبيدّيها لكل الناس، فأنا بالنسبة لي ممكن أنزل مصر عادي جدًا وأزور وكده، لإن عندي لسه قرايب ليّا هناك، وأتمنى إن أنا أروح أشوفهم وهكذا، بس فعليًا أنا باحن البلد، لكن أنا هنا دلوقتي، بنيت أسرتي، معايا والدتي، أمي بالدنيا كلّها بالنسبة لي، فده بس اللي ممكن أقوله يعني من ناحيتها. إيه تاني ممكن أقوله لأي حد ممكن يكون بيفكّر إنه يتعلّم ويخرج برّه بلده وهكذا؟ تخطّط صح، تخطّط للبلد اللي أنت رايحها، التكنولوجيا اللي أنت تتعلّمها، وتستثمر وقتك صح، ما تشتِّتش نَفْسك، وتبقى لو هتاخد خطوات فيها مجازفة شوية، أنصحك إنّك تحُط لها خطوات استباقية، يعني plan B وplan C وهكذا. فده كان فيديو النهارده، أتمنى إنه يفيدك، وبس كده، أشوفك إن شاء الله في الفيديو الجاي.